ريال سعودي 5. كم تقعد معك وكم تصرف؟ ما كنت تقعد معايا ولا ما تكملش النص اليوم. اوه ما شاء الله عليك، لا يمرعوك. ال1000 ريال السعودي كم تقعد معاك في اليوم في اليمن؟ بأمانة أنا يمكن ما تقعدش معي يوم واحد، وإذا قعدت تقعد 4000. روح تمام، الله يحرق قلبك ويكسر عظامك ما شاء الله من البدوي لا تمدن. الشخص هذا اللي في الصورة مغترب في السعودية، سافر اليمن وطلع يهنجم وطلع في مقطع فيديو ومعه 1000 سعودي، والرجال مكيف وبيتكلم انه بيصرف في اليوم 1000 ريال سعودي، واذا قد احترس يعني ما تبقى له الا 4000 يمني من 1000 السعودي يوميا. تمام، يعني لو جلس شهر في اليمن بيصرف 30000. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله إلى فيديو جديد. ظهر لنا هذا الإعلامي أو تقريبا في الإنستغرام سلطان كوكو. كوكو هذا اسمه مشبوه، حتى كوكو هذه مشبوهة. عموما ظهر اليوم وهو في اليمن. عموما هو مغترب في المملكة العربية السعودية، والآن حاليا مسافر، ويطرح الفلوس هذه ويشرح إنه ال1000 ريال يعني يمكن يصرفه بيوم واحد ما يكفوش. وأنا شاهدت له من قبل دائما والفلوس كذا يظهرها في يده، يعني مثل ما تقول يستعرض شوي أو قليل ولف أو كل من الله يرحمه في طبعه، لا نتدخل إحنا في هذا الشيء. ولكن كان هناك اعتراض كثير من الإعلاميين ومن رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فكان هناك له انتقادات، وكان هناك بعض التعليقات على ما سواه. فالبعض قالوا يعني البلد في حال فقر وعوز وهو يستعرض هذه المبالغ بدون مراعاة لشعور الآخرين. نشوف هنا نشاهد أيمن المعمري يقول: يا أخي بالله عليك، أنت في وسط شعب هلكه الفقر والحاجة وتطلع تقول أنت بتصرف باليوم وتخزن ب1000 ريال سعودي وما تكفي. أيضا نشاهد خالد شايع يقول: ال1000 ريال يكفي أكثر من 10 أيام، لا تصدقوا أصحاب التيك توك والإنستغرام. هنا نشاهد محمد يقول: ما مسمي نفسه سلطان كوكو بيصرف 1000 سعودي في اليوم، بيأكل القات مثل العنز. أول مرة يشوف قات وأول مرة يمسك زلط. أيضا هو له حساب في الانستغرام ويتابعه بعض الانستغراميين، أنا ما أدري كيف الانستغرام ذا ولا أتابعه. هنا معروف حيدر يقول: هذا الفنان إيش في نفسه، ما يريد يقول إنه زلط وكشخة وصراف. البعض يقول: الحمد لله على العقل، قال إنه يصرف 1000 سعودي في اليوم والشعب يأكل من الزبالة، قدروا مشاعر الشعب. أيضا هنا نشاهد سويدي ماركا يقول: يا خبير بتصور الفيديو وشمنخ سقيفة من الجرح يسمعوا الشال من البهلوان ب3000 والعسيب والجنبية عرض من أبو 10 دولار، وأكبر دليل طباعة مش حتى شغل يد، ضاحكا يردف قائلا: والكوت من بساطات الأغنياء، وأقصد باب اليمن، تحصلهم على أكتاف الباعة المتجولين من 1000 ريال يمني. عموما لا نتدخل، أنا رأيي إنه هو يعني صح، أحد ما قد شفناش أحد يعني يستعرض بالفلوس إلا اللي يكون خراط، يعني اللي هي مش فلوس. وأنا حصلت يعني مرة مقولة: إذا لقيت واحد عنده فلوس وأنت شفتها وإذا قال لك هذه حق الناس اعرف إن حقك، وقام يخفيها. وين اللي يتفشخر فيها ويستعرض بها يقول: شوفوا كم معي فلوس، اعرف إن تكون حق واحد مش صاحبه بس أستعرض فيها. فالإعلام بقى يورينا العقب، ولا تستغربوا على أي شيء موجود في وسائل التواصل الاجتماعي. فهذا يفعل لنفسه ترند من لا شيء. أنا قد شفت له عدة فيديوهات وهو دائما يطلع الفلوس أبو 500 أبو شيبة، لأنه أنا أتوقع يعني إذا قلت قليل ولف يعني تقريبا قليل ولف. ولا حد أنا أعرف الناس كل الناس سكتم بكتم على الفلوس، إلا الفلوس، إلا إذا كان التمثيل. بعض اليوتيوبر في أوروبا في ناس كذا يستعرضوا الفلوس لقلب المشاهدات ويرموا فيها بغرفة وكذا ويستعرضوا فيها. هذا يخرجها ويتكلم بجد ودنيا وأنه يا خبير. عدة فيديوهات أنا شفت له، بأعرض لكم قليل منها في هذا الفيديو من مقاطعه اللي في انستغرام. تحياتي لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.